كتير مننا بيسعى بكل قوته وبيخطط لكل حاجة في حياته وبيبذل كل مجهود وبيستثمر في كل خطوة، وبالرغم من كل ده بيكتشف في الآخر إن النتيجة مش زي ما كان متخيل. بيحس إن كل التعب راح على الفاضي وإنه شايل على كتفه مسؤولية أكبر من اللي يقدر يتحملها. وللأسف بقى إن المسؤولية دي جاية من وهم السيطرة المطلقة على كل حاجة، وده بدوره بيخلي قلبه مضغوط وعقله مش مرتاح وبيولد إحساس مستمر بالفشل أو الإحباط. المشكلة بقى يا عزيزي مش في الاجتهاد ولا في الإخلاص ولا في الدعاء ولا في الحلم، المشكلة في فهمنا الخاطئ لنفسنا وللدنيا، وده لأن إحنا ساعات بنحسب إن إرادتنا المطلقة هي اللي بتحدد كل حاجة، وده وهم كبير ومرهق. لأن الحقيقة إن لكل إنسان حدود وإرادته هي كمان ليها حدود، يعني مش كل شيء في إيده، وفي جزء كبير جدا من الصورة الإنسان مش شايفه ومش قادر يتحكم فيه. ربنا يا عزيزي عليم حكيم، عليم بكل ما في الكون وحكيم في تدبير هذا الكون. ومن هنا بقى بتدرك قول الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. بس في الاول كده ما تنساش تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو ولو لسه ما عملتش، والمره كده تسيب لي تعليق تقول لي رايك ايه في الموضوعات اللي بنقدمها دي، وحابب نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. وما تنساش تفعل زر الجرس علشان تجيلك اشعارات بالفيديوهات الجديده اول باول. في الاول كده يا عزيزي لازم تعرف حدود الاراده البشريه، وده هتوصل له ببساطه لو ركزت في الايه الكريمه دي كويس جدا، لان الايه دي لوحدها كفيله انها تعيد ترتيب تصورك عن نفسك وعن ربنا وعن الدنيا كلها. وده لأن أغلب تعب الإنسان النفسي بيبقى جاي من حتة واحدة، وهي إنه مش فاهم حدوده ومش فاهم هو فين من المعادلة. دايما فاكر يا إما إنه هو المتحكم الكامل يا إما إنه مسلوب الإرادة. علشان كده بقى الآية الكريمة دي بتقطع الحيرة وبتقول لك الحقيقة الصريحة، وهي إن أنت صحيح ليك مشيئة وليك اختيار وليك قرار، وده تشريف مش عبء. ربنا يا عزيزي خلقك عاقل ومكلف ومسؤول، وهو ده معنى إن أنت إنسان مش حجر ولا آلة. لكن بقى في نفس اللحظة ربنا بيكمل وبيقول لك إلا أن يشاء الله، يعني مشيئتك دي مش شغالة لوحدها ولا هي مستقلة عن الكون كله، لأنها ببساطة داخلة جوه مشيئة أوسع وأحكم وأعلم منك. وده مش تقليل منك ولا كسر لإرادتك، ده إنقاذ ليك من نفسك، لأن الإنسان بطبيعته شايف جزء صغير قوي من الصورة، شايف اللحظة وبس، شايف رغبته هو وبس، شايف اللي نفسه فيه دلوقتي ومش شايف العواقب ولا التحولات ولا الاختبارات ولا التأثيرات البعيدة. ومن هنا بقى لازم تاخد بالك من ان لو كان كل اللي انت عاوزه بيحصل بشكل تلقائي كنت هتأذي نفسك وانت فاكر ان انت بتنجح. لازم تفهم يا عزيزي هنا ان انت صحيح بتختار وبتسعى وبتريد، بس النتيجة النهائية مش ملكك، وده مش ظلم، ده رحمة يا عزيزي من ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا أعلم بيك منك وأعلم بمصلحتك أكتر منك. وكتير قوي من الناس لما بتبص ورا بعد سنين طويلة بتقول الحمد لله إن الحاجة دي ما حصلتش، مع إنها وقتها كانت حلم العمر. وهو ده بقى لب الفهم الحقيقي لأي موضوع. ومن هنا بقى يا عزيزي لازم توازن بين السعي والتوكل. اخطر حاجه بتحصل لكتير من الناس وهما بيحددوا اهدافهم ان هما دايما بيقعوا في فخ، يا اما سعي بلا توكل يخليك متوتر ومهووس بالنتيجه ومرعوب من الفشل وحاسس ان اي غلطه هي نهايه العالم، يا اما توكل بلا سعي، توكل يخليك كسول ومستسلم وبتبرر تقصيرك باسم القدر. علشان كده بقى يا عزيزي لازم توازن بالاتنين. يعني انت مطلوب منك هنا ان انت تمشي وتخطط وتجرب وتحاول وتتعلم وتفشل وتقوم من تاني، وده واجب ومسؤوليتك. لكن بقى مش مطلوب منك ابدا ان انت تضمن النتيجة او تزعل لو النتيجة ما كانتش هي المتوقعة، لان النتيجة دايما مش في ايدك. لكن الجميل بقى في الموضوع ده ان انت لما تعمل اللي عليك بصدق وتسيب الباقي على ربنا قلبك بيهدى ودماغك بتفوق، لانك خلاص خرجت من وهم انك لازم تسيطر على كل شيء علشان تحس بالامان. وده لان الامان الحقيقي مش في السيطرة، الامان في الثقة إن أنت ليك رب شايف وعارف ومدبر، وأنت ماشي تحت نظره مش ماشي لوحدك ولا حاجة. وهنا بقى بتاخد بالك من إن السعي عبادة والتوكل هو كمان عبادة، وإن فصل الاتنين عن بعض بيكسر الإنسان من جوه. وتذكر دايما يا عزيزي إن ربنا مش بس عارف اللي أنت بتعمله، لأنه عارف نيتك وعارف خوفك وعارف ضعفك وعارف الحاجة اللي أنت مستعد ليها والحاجة اللي لسه بدري عليك والحاجة اللي لو جاتلك دلوقتي هتكسر توازنك ومش هتقويك. علشان كده بقى يا عزيزي لازم تلتمس حكمة ربنا في تدبير الأمر، وده لأن ربنا لا بيعطي عبثا ولا بيمنع عبثا ولا بيؤخر عبثا. كل حاجة يا عزيزي بتحصل بتوقيت محسوب، والحسبان ده مش
مش محسوب بمزاجك ولا على قد استعجالك، لأنه محسوب على قد صلاحك ونضجك ورحلتك. المشكلة بقى إن الإنسان بيقيس الخير بالراحة، وبيقيس النجاح بالسرعة، وبيقيس الإجابة بتحقيق اللي هو عايزه بالظبط. لكن ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقيس الخير بالإصلاح مش بالمتعة، وبالنجاة مش باللذة، وبالثبات مش بالاندفاع. علشان كده بقى يا عزيزي في حاجات بتتمنع عنك وانت بتزعل، وفي حاجات بتتأخر عنك وانت بتتضايق، وبعدها بسنين بتفهم ان ده كان عين الحكمة ومش إهمال ولا أسوأ. خليك دايما واثق يا عزيزي في حكمة ربنا حتى وانت مش فاهم، لأن الفهم الكامل مش مطلوب منك، لأن اللي مطلوب منك هو التسليم مع السعي. اما انت بقى لو وصلت لحد هنا فاكيد الفيديو عجبك، فما تنساش بقى تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، وبالمره كده تسيب لي تعليق تقول لي رايك ايه في الموضوعات اللي بنقدمها دي، وحابب نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جايه ان شاء الله.